فاكرين لما قلت لكم ان اصعب حاجه في المشروع ما كانتش التصوير؟ النهارده بقى هقول لكم الحل جه ازاي. بصراحه قعدنا ندور كتير لحد ما قررنا اننا نستخدم الذكاء الاصطناعي، بس مش بالطريقه اللي الناس فاكراها. الذكاء الاصطناعي يا جماعه مش بيدي حلول نهائيه ان انت تمشي عليها، ولكن هو بيديك خيوط بتوصلك للي انت عايزه في الاخر. وعايزين هنا نقف عند محطه مهمه جدا، ان الذكاء الاصطناعي مش جاي علشان يستبدل الناس المهن بتاعتهم، سواء المبرمجين او الديجيتال ماركتنج او الديفلوبرز او المصورين. لا بالعكس، الاي اي جاي عشان يضرب انتاجيتك في 2 اكس و3 اكس. ولو عايزين في الفيديوز الجايه نتعلم ازاي نكتب برومبتس احترافيه للذكاء الاصطناعي تساعدنا في الشغل، اكتبوا لنا في الكومنت. بدانا نسال الذكاء الاصطناعي مش ان هو يطلع لنا شغل مختلف، ولكن ان هو يساعدنا في خروج افكار، من افكار لزوايا، افكار لتوزيع اضاءه، افكار لشكل فريم مختلف، حتى احساس المشهد. وكمان بيدينا اقتراحات، مش بننفذ الاقتراحات دي زي ما هي، ولكن احنا بناخدها ونمشيها في السياق بتاعنا علشان نطلع اللي احنا عايزينه. لان ببساطه الاي اي عمره ما هيفهم العميل عايز ايه، ولا هيفهم المشاعر بتقول ايه. دي شغلتك انت، خلي بالك. هنا بقى خدنا الفكره وبدانا نطورها بطريقتنا. ازاي نخلي الشخص يتكلم لوحده بس تحس ان في حوار، ازاي ننفذ رغبه العميل بس بدون ما نبوظ شغلنا. ومن هنا بقى بدأنا نبني الفريم. اقتراحات الذكاء الاصطناعي طلعت بالطريقة دي، واحنا نفذنا الفريم بالطريقة دي. اللي قدامك ده هو الفريم النهائي اللي طلعنا بيه. بفضل الله العميل عجبه جدا، وقال ان انا ما شفتوش في اي مكان، وان الفكره ما اتنفذتش قبل كده. تخيل ان الكلاينت هو اللي ادانا تفسير المشهد. تخيلوا ان كل مشاهد هيبص للصوره هيفهم فكره مختلفه عن الشخص التاني. فقلت له ازاي؟ قال لي انا ممكن احس ان هو اي اي انت عامله بالذكاء الاصطناعي، ممكن احس ان هو شخصيه وهميه مجرد صوره محطوطه، ممكن احس ان هو شخصيه كوبي مني بتكلمني بالكلام اللي جوايا علشان تطلع اللي جوا قلبي. ولكن في الحقيقه الموضوع غير الافكار دي كلها. مش هنكر ان الاضاءه كانت عامل رئيسي في توصيل الاحساس للمشاهد. ولو عايز تعرف وزعنا ورتبنا الاضاءه ازاي عشان تطلع بالشكل ده، تابعنا في بارت 3 فيديو من قلب اللوكيشن. ده كان شوت قهوه بعدس الدرش. تابعنا واستنى الشوت الجاي.